الغش إخفاء ضرر ديني أو دنيوي. قال لك الغش تعريفه أنه إخفاء ضرر، أن تكون تعرف أن شيئا ما يضر شخصا ما فلا تخبره بذلك وتخفيه عنه، هذا أنت غششته. وضده النصيحة، النصيحة واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة دين النصيحة دين النصيحة. فالغش أن لا تنصح الإنسان ولا تبين له ما تعرفه من ضرر عليه، سواء كان هذا الضرر دينيا أو دنيويا. حتى لو كان في الدنيا تعرف مثلا أن هذه السيارة لا تصلح له فتكتم عنه ذلك، أو تعرف أنه مثلا تراه مثلا يصلي بطريقة غير صحيحة ولا تخبره من غير مانع شرعي، هذا أيضا غش له. والأحاديث كثيرة في ذم الغش في الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما صحيح مسلم: من غش فليس. وكذلك ما من راع يعني يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل معهم الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح. وأحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أدخل يده، ومن غش هذا له سببه أنه أدخل يده فوجد الأسفل أصابته الماء، قال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلت على من غش فليس منا، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على النصح لكل مسلم، كما بايع جرير بن عبد الله كما في الصحيحين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا، والنصح لكل مسلم. كان جرير إذا بايع شخصا أحيانا يقول له: سلعتك تساوي أكثر من ذلك، وهو المشتري، وهذا من حرصه على الوفاء بما عهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون ناصحا، ينظر إلى المسلمين إلى أن من هو أكبر منه بمنزلة آبائه، ومن هم في سنه بمنزلة إخوانه، ومن هم أصغر منه في منزلة إخوته الصغار أو أبنائه، فيكون محبا للخير لهم سليم القلب تجاههم. هكذا يكون المؤمن الذي يحب أن يكون وليا لله عز وجل، والله يحب من عباده أن يكونوا كذلك، بخلاف الذي يأتي بأسباب من هنا وهناك يعادي بها المسلمين ويتأول يعني أشياء في غير موضعها.